إنا لله وإنا إليه راجعون. شهر التوبة والغفران ولات فيه الذبيحة عين باين. المتتبعين الزينين تبارك الله عليكم وتحياتي لكم. وشحال هذه ما هضرناش في موضوع بحال هذا الموضوع هذا، وإنما كاينة واحد القضية اللي هي أثرات في الشعب المغربي قاطبة في هذا الشهر المبارك. واحد المرأة مسنة عندها تقريبا 80 سنة، دوز عليها شي مجرم من الوريد للوريد. شنو هو السبب؟ اش غيكون في هذا السبب من كاع جميع الاسباب؟ شنو غادي يقدر يكون في هذا السبب هذا؟ وعلاش غادي تكون هذه المرأة هذه مسكينة تذبحات وضحى بها بنادم في شهر الغفران في 10 الأيام الأخيرة؟ مهما كان السبب ومهما كانت العداوة، شنو ذنبها مسكينة؟ مرأة عندها 80 عام. كيفاش وقع اخوتي وحبابي لهاد السيدة هذه مسكينة من نواحي ديال وزان، من الحرشية، اقليم الزومي. اللي ما غيعرفش الزومي هو في النواحي ديال وزان، بعيد تقريبا على وزان بواحد 30 كيلومتر او 35 كيلومتر بعيد على وزان. وهاد الحرشية هذه جات في الاقليم ديال الزومي. هاد السيدة هذه مسكينة جات للدار ديال ولدها باش تحضي له الدار ديالو. الولد ديالها عنده واحد المرأة ناعسة يمكن في السبيطار، ولدها تولد في السبيطار. هي المهم هي كتولد، ولكن غير واش كانت ناعسة عندها شي مشكل في الولادة او لا عاد داها تولد في السبيطار. داها تولد وصل الام ديالو باش تقابل له الدار ديالو، تحضي له الغيبة ديالو. كيف ما كتعرفوا في الناس ديال البوادي، هادو راهم الناس ديال الجبل، ما عندهم قتيله، ما عندهم ذبيحه، ما عندهم كريساج، ما عندهمش هاد المشاكل كلها، ما عندهمش كاع. مشى هو الوزان، جات الام ديالو مسكينه غتبات في الدار. وراكم كتعرفوا الناس ديال البوادي شحال من مرة مسكينه كتبقى في الدار بوحدها، وولادها عندهم ولادهم، وهي كتبقى ساكنه في الدار بوحدها، كتبعد من المشاكل وكتبات في الدار ديالها بوحدها، وما كاينش اللي كيقربها. علاش؟ مرة كبيره كتكون، ما كيأذيها حتى شي واحد. ولكن هاد المره هادي واحد الديب بشري ساكن في وسط هاد الناس هادو، ولا الله اعلم منين جا. واكيد انا ما غاديش نقول جا من شي بلاصه بعيده، اكيد غادي يكون حضر معاهم في الدفن، اكيد غادي يكون كيدور حول الجريمه، اكيد غادي يكون كيسرح حدا الدار، ولا كيدور حدا الدار، ولا حتى هو جالس ومخرج عينيه. اكيد الا عقلتوا على الجريمه ديال شتوكه ايتباها، ولا ديال نواحي ديال اكادير، داك السيد اللي ذبح مرات صاحبه، خلاه مشى للخدمه ومشى دوز له على المراه، حيت صاحبه قال له راه عندي مثلا واحد المليون، راه غندير به شي حاجه. على ود مليون مشى ذبح المراه، دوز عليها وخلى لها بنيه ناعسه. وجا هو اول واحد شد الميكرو ديال شوف تيفي وكيقول لهم كنت جاي من هنا وبان لي بنادم ناعس ومغطي بواحد الميكا واليد كتبان، وانا كيسحب لي اليد ديال راجل، وشويه انا كنتاكد لقيتها مراه وما نعرف شكون هذا اللي ذبحها، وهذا الشيء ما كانش عندنا. وتصدمنا، هو اللي قاتل، هو اللي قاتل. شاد الميكرو ديال شوف تيفي كيهضر فيه، ومشى تكسن عام سيدي وضرب لك كويطمه بديك الفلوس، وضرب لك بريديخه جديده، وبدا كيتسارى في الفيلاج، بدا كيتسارى. وعنده ولادو، قتل مرات السيد، خلى لها بنيه ناعسه وقتلها. هي هذه لهذا السيد هذا اللي جاي يقتل. انا كنقول لكم راه يدور حول الجريمه، او الليله خوا الدوار اراكم ليه. الا هو غاب شي واحد كان تما وغاب من داك الدوار، وانا غادي نقول لكم الطريقه او السبب علاش تقتلت هاد السيده هذه، وغادي نعطيكم احتمالات، ماشي غادي ناكد لكم 100%، وغادي نكون يعني شاهد بالجريمه، لا، غادي نعطيكم احتمالات اللي غادي يقدر يكون عليهم ماتت هاد السيده هذه.
هاد السيده ملي خلاها ولدها ومشات دار المراه ديالو باش تولد في السبيطار في مدينه وزان، جلست له في الدار ديالو. حضي لي الغيبه ديالي، هي ساكنه غير قريبه منه. الناس ديال الجبل راكم عارفين كيكون الاب كيعطي لولده ارضيه اللي هي كيبني فيها، الاخر كيعطيه ليه كيبني فيها وكذا. اجي انت الولد ديالها ساكن مع الوالدين ديالو، كيصوني عليها تنوض للسحور، كيصوني عليها باش تنوض للسحور. المراه ما كتجاوبش، السيد اضطر باش يجي المنزل ديال الاخ ديالو، وشتا خيط من السماء، اشتا خيط من السماء. جا الدري، الام ما كتجاوبش شنو هو السبب. جا كيدخل للدار كيلقى الام ديالو مذبوحه من الوارد الى الوارد. ولكن انا كنقول لهذاك الولد ديالها احمد ربي وشكره وكثر في الحمد اللي ما لقيتيش المجرم مازال تما يطعنك يصفيها لك انت. احمد ربي وشكره، احمد الله. ولكن هذا المجرم هذا غادي يبان في القريب العاجل، وما غاديش يطولوا عليه بزاف. وهذا المجرم اللي ذبحت السيده هذه وما ذنبها والو، السبب الوحيد كيقول لي عقلي انا واللي كيقول للناس كاملين، ولكن غادي نختلف معاهم انا في واحد الفكره، وغادي نختلف معاهم في واحد الراي، وغادي نختلف معاهم في واحد البلان ديال الشياطين اللي غادي يقدر يكون وقع عليها. الناس كلهم كيقولوا السبب هي شي واحد طلع دخل، يعني قالوا هما هاد السيد، الناس كيقولوا بلي هاد السيد مسكين ما يكسب، ما يعلم الا تعشى ما يفطر، وإلا فطر ما يتعشى وما يتغدى، ولا المهم هاد السيد مسكين خدام الاجره ديالو، الماكله نهار بنهار وما كياكلش شي ماكله وما كيشبع حتى في كرشو، حتى من الدعم قال لك قطعوه عليهم. ما عنده ذهب، ما عنده فلوس، ما عنده حتى شي حاجه اللي غادي يطمع شي واحد يعني قريب اليوم باش غيدخل يقلب واش كاينه الفلوس. تلقاه مرا ديالو اللي داها تولد يكون كمل مركوب بالكريدي. الناس كلهم كيقولوا باللي هذا شي واحد طمع في الفلوس، والناس كاملين كيقولوا باللي شي واحد جا ودخل وكذا وكيقلب الا كاينه شي حاجه. ولكن انا اش غادي نقول لكم، هذا 1000 مليار في المية، مليار في المية و1000 في المية والوفات في المية والملايير في المية، هذا شي مكبوت. ما غاديش نتمنى ديك السيده ولا غنحط الباطل مسكينه راها في دار الحق وغادي نحط عليها باطل، وانما غنعطيكم احتمال اخوتي وحبابي. تقبلوا مني النصيحه وتقبلوا مني هذا الاحتمال هذا اللي غادي نعطيكم. راهم نساء كبارين في السن، اللي دخلتي تشوف تيفي كبارين كيديروا كلشي في ليكوش، وكيجي ماشي مكبوت كيدخل كيغتصبها، كيعرفها بوحده وكيلقاها بوحده، وهو كتلقاه غير شاب مازال صغير وكيدخل يغتصبها، وكاين اللي كيغتصبها وكيقتلها. وكنقول لكم انا هذا مليار في المية، هذا شي واحد مكبوت عرف المراه باللي راها بوحدها كاينه في الدار، قالش غادي ندير ما غندير، ولدها ما كاينش وهي مقابله للدار وعارف الحقيقه والخبر كامله في راسو، شنو غندير ما ندير، ارا نمشي نفرغ الكبت ديالي في هاد المراه المسنه. غيكون دخل كيف ما قال واحد السيد نسيبهم ومن عائلتهم وجارهم وولد الدوار وولد القبيله وولد البلاد، غيكون دخل المراه عرفاتو ذبحها. ولكن لحد الساعه مازال ما سمعنا حتى شي حد اللي قال بان هاد المراه كاين عندها اغتصاب. يقدر يكون دخل على هاد القضيه ومن اللي عرفاتو وكعرات معاه ذبحها، ومن اللي ذبحها خاف وزاد وما دار لها والو ما قاصهاش. يقدر هاد السيد هذا اش من عداوه غتكون عنده، كاع غنقول لكم عداوه، اش من عداوه غتكون عنده مع هاد المراه، مراه كبيره وعندها 80 عام، اش من هاد شنو هي هاد العداوه اللي غادي تقدر تكون كاع النوع ديالها، هاد العداوه اللي غادي تقدر تكون عند هاد السيده هادي مع شي واحد؟ ما يمكنش، ما كاينش شي عداوه اللي غادي توصل البشر لهاد القباحه هادي ولهاد الكفر هذا باش يمشي يدوز على مراه عندها 80 عام مقابله لولدها الدار مسكين. اش غيستافد منها؟ شنو غيستافد منها؟ نطلب الله السلامه والعافيه والحقيقه ديال السبب الحقيقي علاش هاد السيد خلقت لهاد السيده هذه مازال ما باينش وما كاينش، مازال ما كاين حتى شي وضوح في هاد القضيه هذه. وغادي نقول لكم اخوتي وحبابي باش ما كان واي جديد غادي ان شاء الله
نخبركم به، لأن دائما كنقول لكم أنا في أي جريمة وفي أي قضية من القضايا ديال القتل أو القضايا ديال بحال هاد الجرائم هادو بصفة عامة، كنقول لكم ردوا بالكم وما تثقوش في أي كان وفي أي مكان. دائما كنقول لكم ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. وهاد المرة هادي غادي نقول لكم احتمال واحد آخر، تقدر تكون عصابة الكنوز، ويقدر هذاك اللي كيطلب لحقاش كنشوفوا دوك الفقهاء ودوك المجرمين المشعوذين اللي كيطلعوا في المنابر وكيقول لك باللي الجن كيطلب منك، هو كيطلب منك كيفاش انت دير القتل داك السيد اللي غتجبد به الكنز. يقدروا يكونوا عصابة الكنوز هما السبب في القتل ديال هاد السيدة هادي 100%. والله اعلم، مرا كبيره مسكينه ما ذنبها والو، وهاد عصابه الكنوز كيكونوا حارسين يعني يقدروا يختطفوا بنادم. ما غتجيش السيده تبات او لا غيكون في اخبار شي واحد من المجرمين المشعوذين اللي كيكون داير اليد مع عصابه الكنوز، العصابه الذئاب البشريه، الذئاب المفترسه، يكون داير معاهم اليد. عرف الخبيره ديال المراه بايته في الدار ديال ولدها، او اتصل بالعصابه اللي غاديه تقتل، وجاو في الحين وضحاو بهاد السيده في ليله من العواشر في سيدنا رمضان في شهر التوبه والغفران. الله يلطف بينا، الله يجعل السلامه والعافيه. خوتنا وحبابنا، تحياتي لكم، ردوا بالكم وتبارك الله عليكم.